النهاردة هنعمل مع بعض جبنة كريمي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، زي ما احنا متعودين ان احنا بنسهل على بعض اي وصفة بنيجي نعملها. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. النهاردة انا هعمل لك جبنة مش قادرة اقولك هي جبنة ولا مرتة ولا طعمها ايه من جمالها وحلاوتها. عندي كيلو لبن، او اللبن اللي هو المعلب، تجيبي لتر لبن هتحطيه على النار، وعايزه النار تدفى كده شويه مع اللبن، مش عايزه اللبن يبقى ساقع، عايزه اللبن يدفى كده شويه، واضيف عليه معلقتين خل او عصره ليمونه اللي موجود عندك حطيه، يا اما معلقتين خل يا اما عصره ليمونه. الوصفه هتعجبك قوي، مش هتاخد منك 10 دقايق، هيكون عندك احلى جبنه كريمي، احلى من اللي بتتباع في الكوبايات. شايفين اللي بتتباع في الكوبايات بكم؟ انتوا هتعملوا احلى منها، والله طعمها خطير فعلا. عملتها الولاد اتهبلوا عليها. انا هبدأ اقلب اللبن كده مع بعض لحد ما اللبن يفصل معايا. هو اول ما بتحطي الخل على فكرة او الليمون بيفصل على طول، ما بياخدش وقت. بصي فصل ازاي، هتحسي ان في قطع كده من اللبن، وتحت لو بصيتي من جنب الطاسة كده هتلاقي ان هو بقى مية خلاص من تحت. هبدأ اجيب مصفى واجيب تحتيها اي بولة، وهنزل بيها بالخليط بتاعي اللي هو اللبن اللي فصل معايا. هتك عليه كده شوية علشان خاطر اصفي منه المية، بس انا مش عايزة اصفيها قوي، انا عايزة يبقى فيها مية سنة صغيرة كده، عشان انا عايزاها تبقى كريمي، مش عايزاه يبقى متفل شوية، لا انا عايزاه يبقى كريمي خالص معايا. بصوا انتوا تحسوا ان انا ما ضغطتش عليه قوي، يعني ما استمرتش في ان انا اصفيه كويس قوي، سبت فيه شوية مية بالمنظر ده. طبعا الشرش اللي انتوا سايبينه تحت اللي باين تحت ده دوت، لا اما تعينيه في الفريزر تعملي بيه معجنات او قرص او اي حاجه معجنات عندك، يا اما ممكن تحليه للولاد ويشربوه، في فايده وقيمه غذائيه عاليه جدا على فكره. انا هنزل بقى بالخليط بتاعي بتاع اللبن اللي انا صفيته في كبه او في خلاط ايا كان، ومكعبين زبده. على فكرة لو ما عندكيش زبدة ممكن تستغني عنها، بس هي بتديله طعم وقوام تحفة. ومعلقة صغيرة ملح، ما كتريش الملح لان هي لو كترتي بيبان فيها قوي الملح. وحطيت علشان اعلي التست بتاعي حطيت لبن بودرة، دول حوالي معلقتين او معلقة كبيرة. برضو ما عايزة تستغني عنه مفيش اي مشكلة، بس كل ما تحطي الحاجات دي بتطعمها اكتر وتخليها طعمها بجد في حتة تانية. هضيف عليهم بقى معلقتين زيت، هيتقل معايا القوام بتاعي وهيخليه كريمي خالص. كل الخطوات دي انا كده خلصت. يبقى انا حطيت اللبن اللي انا فصلته وصفيته، وحطيت عليه معلقه ملح صغيره، معلقتين زيت، معلقه كبيره لبن بودره او كيس لبن بودره من اللي احنا بنشتريه من بره، وتحطي عليهم مكعبين زبده. مفيش زبده ما تحطيش، مفيش اي مشكله عندي. انا كده خلصت الجبنه بقت جاهزه معايا. يعني لو ما عندكيش اي حاجه تعمليها للولاد وجعانين، قومي اعملي الوصفه دي في ثواني، هيبقى عندهم احلى جبنه كريمي ممكن تتخيليها، احلى من اللي هتشتريها من بره. خطيره بجد، ولونها تحفه وطعمها خطير بجد، انا ما كنتش متوقعه ان هي تبقى كده. بصي دي الكمية اللي طلعت معايا. انتي عايزة تزودي اللبن زودي اللبن، هيزيد معاكي الكمية وضعف المقادير. بصي كريمي ازاي، خطيرة بجد والله، طعمها تحفة تحفة تحفة. جربيها والله مع الولاد هتعجبهم جدا، انا ضمنالك ديت. الكمية اللي قدامي دي انا وزنتها بالميزان، طلعوا من غير الطبق ده يا جماعة طلعوا 400 جرام. 400 جرام، يعني انا خلاص انا قربت على النص كيلو. 400 جرام تعالي اشتريها من بره يعني بقيمة الكوباية او اعلى منها شوية. الكوباية اللي بنشتريها من بره شوفي سعرها عامل ازاي دلوقتي، هتلاقي ان انتي وفرتي وانضف واحلى 100 الف مرة من اللي بنشتريها جاهزة. جربوها مش هتندموا بجد وهتعجبكم. احلى جبنة كريمي وارخص جبنة كريمي وانضف جبنة كريمي، بجد هتعجبكم قوي. جربوها مش هتندموا. انا ما تخيلتش النتيجة لما انا عملتها. قوليلي رأيك في الكومنتات وجربيها بجد مش هتندمي، ومش مكلفة خالص وسهلة وبسيطة وما خدتش معايا اي وقت.
اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس ودوسي لايك للفيديو.